السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني، يا رب تكونوا بأفضل حال. عندنا النهاردة وصفة لذيذة بدون لحوم. تنفع غدا، فطار، عشاء، أي حاجة. يلا بينا نبدأ وصفتنا. معانا النهاردة مسقعة بس بطريقة مختلفة، وهنعمل كمان بطاطس محمرة تحفة. أول حاجة هنبدأ نجهز الحاجة بتاعتنا زي ما عودتكم. هنبدأ نقطع البتنجان بتاعنا عشان نرش عليه رشة ملح ونسيبه ينزل ميته. هنعمله زي ما انتم شايفين كده مكعبات، وبعدين هنرش عليه شوية من الملح ونقلبه ونركنه على جنب كده نص ساعة ساعة ينزل ميته، وهوريكم هينزل مية قد ايه. تاني حاجة جبت 4 بصلات صغيرين. البصل اللي عندي صغير فاخدت 4 بصلات صغيرين. لو عندك البصل كبير خليهم بصلة واحدة كبيرة وقطعتها مكعبات صغيرة وهشيلها على جنب. هجيب البطاطس بتاعتي هقطعها دواير قطع كده زي ما انتم شايفين، بس انا قطعتها بالقطعة دي تديها شكل لطيف. وهاخدها واحطها في ميه عشان ما تسمرش مني. بعد كده جبت 4 من الطماطم صغيرين وبشرتهم وبرضو هحطهم على جنب. نبدأ بقى نعمل الوصفة بتاعتنا. هاخد البطاطس بتاعتي واحطها على النار مع رشة من الملح وهسيبها تتسلق. هسيبها كده على جنب خلاص تتسلق. نبدأ نقلي البتنجان بتاعنا. جبت البتنجان من زي ما وريتكم كده منزل ميه ازاي. الميه دي بنصفيها وبعد كده بنبدأ نقلي البتنجان كده ما يشربش معانا زيت كتير، وكده نزل مرارته. ولو لاحظتوا مش هتلاقيه بيشرب معاكوا زيت. هقلي البتنجان بتاعي زي ما انتم شايفين كده. هنقليه كويس لما ياخد معانا لون حلو، وبعد ما نقليه هنخرجه وكده البتنجان خلص. هبدأ اجهز معايا شوية من الطحينة دي انا عاملاها في البيت، لو فاكرين عملناها مع بعض. هنزل معايا فص ثوم، عصير نص ليمونة، رشة من الملح، رشة من الكمون، رشة من البابريكا، معلقة من الخل. وانزل نص كوباية مية حسب القوام بقى اللي انت تحبيه، وهقلب لحد ما اوصل للقوام اللي هوريهولكوا دلوقتي. هو ده القوام المناسب بالنسبة لي، وطعمها في منتهى الروعة. لو عايزين طريقتها هتلاقوها على القناة. طيب نبدأ نجهز بقى المسقعة بتاعتنا. هاخد الطاسة بتاعتي وهنزل فيها ب3 معالق تقريبا من الزيت، وهنزل اشوح البصل بتاعي لحد ما يدبل معايا. طب بعد ما يدبل هنزل بيه 3 فصوص من الثوم مهروسين واشوحهم لحد ما يطلع ريحتهم. بعديها هنزل بمعلقه من الصلصه الجاهزه واديها تشويحه زي ما انتم شايفين، وبعد كده ارجع اقلب كل ده مع بعض واشوحهم لمده ثواني كده مع بعض زي ما هو واضح قدامكم بالظبط. تمام. بعد كده هنزل بالطماطم اللي بشرناها مع بعض. طيب بعد ما هديهم تقليبه كده هنزل بنص كوبايه من الميه عشان نديهم ايه تسبيكة كده مع بعض. دلوقتي بنقلب كويس. بعد كده زي ما قلت لكم نص كوباية من المية، وهقلب واسيبها تاخد ايه شوية كده تتسبك. في حاجة دلوقتي هعملها هتستغربوها جدا، لكنها صدقوني هتدي مزازة وطعم رهيب. مش هتحسوا بيها كهي في ذاتها ابدا، هتستغربوها لكن لما تعملوها هتحبوها. هنزل دلوقتي بكوباية من الزبادي. تمام. هنزل بكوباية من الزبادي زي ما انتم شايفين كده، وهقلب الكلام ده كله مع بعض. هي مسقعة بس مش بالطريقة العادية. الطريقة العادية طبعا انا بعملها دايما وبحبها جدا، بس حبيت اعمل تغيير، وتغيير طلع لطيف بصراحة. بعد ما حطيت كوباية الزبادي هسيبها بقى تتقل شوية، وهنزل بالبهارات بتاعتي اللي هي رشة من الفلفل الاسود ورشة من الملح زي ما انتم شايفين كده. وهبدأ اقلب الكلام ده كله مع بعض وهسيبها تتقل شوية. طيب بعد ما هتتقل هتشوفوا دلوقتي. انا دلوقتي هسيبها بتاع 5 دقايق. بعد ما هتتقل معايا زي ما انتم شايفين كده هنزل بالبتنجان بتاعي اللي كنت سبته يصفي الزيت بتاعه أو اي حاجه على مناديل مطبخ، وهقلب البتنجان بتاعي. طيب هنزل كمان بعصير ليمونه واقلب. بعد ما انزل بعصير ليمونه كبيره كده اعصرها، وهقلب الكلام ده كله كده. البتنجان بتاعي جاهز، حاجه في منتهى اللذاذه. وتاكلي كده عيش وانت مش دريانه كلت كام رغيف مع البطاطس اللي اتقلت بعد ما اخدت نص سلقه. ما نسلقهاش سلقه كامله، نسيبها 3 دقايق تقريبا، نص سلقه. لما بتديها نص سلقه وتقليها بتدي قرمشه من بره وبتبقى طريه من جوه وبتبقى تحفه تحفه. لازم تجربوها بالطريقه دي. والمجموعه دي زي ما انتم شايفين كده حاجه بعد الغرف في منتهى اللذاذه. شايفين البطاطس، شايفين البتنجان والطحينه، حاجه في منتهى القمر. زي ما قلت لكم تنفع فطار غدا عشاء.
تابعوني، متنسوش اللايك والشير، وما تنسوش تشتركوا في القناة. باحبكم جدًا، باي.